احنا عندنا تخيل كده لشكل القانون، في حوالي 267 مادة الحالي اللي بيتناقش، في تقريبا 160 مادة شبيهة أو 100 حاجة و60 بيتعدلوا بالإضافة والحذف والتعديل، في حوالي 60 مادة جداد بصيغات مختلفة، وفي مواد باقية زي ما هي حوالي 40 تقريبا، يعني اللي هو 267 مادة. يمكن كمال بيه بيقول وعنده حق في كثير من النقاط، انه اللي موجود هل الجديد يحقق كل الطموحات اللي احنا عايزينها؟ الإجابة لا، بوضوح. يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا كنواب بقى يعني بنحاول نعدل ونغير قدر اللي هو الأجر التأميني، هو تساوي 7% الأجر الأساسي، ولا في ناس هتبقى قالوا لأن ما فيش أجر متغير ليكم؟ الإجابة في ناس هتقل بوضوح، وده قلناه امبارح. وبعد مناقشات مستفيضة أنا بدي حضراتكم مثال لأجل اللي قلناه ده، وملاحظات حضراتكم اللي بعتوها. تم تأجيل الموافقة على هذا البند لحد ما يدرس مرة أخرى. في القوانين إن إحنا زي مثلا المجلس القومي للأجور، أنا امبارح سألتهم سؤال، هو حد يعرف عنه حاجة أو إحنا سمعنا عنه؟ يعني سمعتوا عنه حاجة؟ سمع يقول لي ليه؟ لأن إحنا عندنا إشكالية في إنه الحد الأدنى اللي بقى دلوقتي 3000 هو ما زال 2400 واقف، فإذا في جهة ما لا تطبق ما نشرعه، لا تطبق قرارات، ولا تطبق ما نسعى إليه بآلية أو بأخرى. عندنا هذه الإشكالية، ووقفنا برضو، يعني إحنا وصلنا مثلا لحد مادة 69، لكن إحنا لحد دلوقتي يعني في شوية مواد لم يتم البت فيها. عندنا في القانون حوالي 5 مجالس و3 صناديق. الإشكاليات يعني برضو من بعض الزملاء كانوا بيسألوا على موضوع الصناديق وأموالها هتروح فين وهتيجي منين. احنا مثلا كان في إشكالية إن احنا عندنا تخوف إن الصناديق يتاخد فلوسها على الخزانة وما نشوفهاش تاني. يعني النهارده أقرينا إنه تظل في الصناديق، والفائض اللي هيترحل على الصندوق. بس هنا هيبقى فيه قدامنا تحدي تاني، هل هذه الفوائد يتم الاستفادة بها ولا لا؟ ليه؟ لأن السنة اللي المستثمرين، الغرف التجارية، اتحاد المقاولين وخلافه، وابتدينا من امبارح والنهارده نناقش كلجنة قوى عاملة القانون في اللجنة، وأتخيل إن احنا لسه قدامنا الأسبوع الجاي وأسبوع كمان على الأقل في انعقاد دائم 3-4 أيام. ويمكن يعني برضو ناخد شوية في المناقشات على قد ما نقدر، بس يعني عايز أقول لحضراتكم في النهاية الرأي في النهاية للأغلبية بالبلد. يعني في بعض المواد قدرنا نحركها شوية، نحلها لو جت سيرتها، وفي بعض المواد أرجعت بحيث يتم إعادة المناقشة فيها مرة أخرى. يعني الموضوع كتير جدا. طبعا حاضر معانا وزير القوى العاملة في